السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين. في ناس تقدم الإساءة من غير سابق معرفة، يعني انت ممكن شخص ما تعرفوش يخش يشتمك ويغلط فيك من غير سبب، هو كده. يعني الأشخاص دي بتبقى أشخاص عندها نقص حقد غيرة. النقص ده بيكملوه عن طريق ان هم يغلطوا في الناس اللي بيحسوا ان هم اعلى منهم، لكن الناس اللي هي عندهم مصالحة مع نفسهم وان هو هدفه في الحياة، هو عنده هدف واحد اتنين تلاتة، انا ماليش دعوة انت بقى كويس مش كويس، انا مش مركز معاك. ما انا الوقت اللي هركزه معاك انا هضيع الوقت اللي هصور من مهارتي ونجاحي والتقدم بتاعي. يعني الوقت اللي انا هقعد اتكلم معاك فيه واقول صح لا غلط، انا بخسر وقت. انا بقول الكلام ده بعد اذنكم بلاش تطلعوا نقصكم على الناس. خليك بني ادم سوي، بني ادم عنده صحة نفسية يتقبل الاخر. ما تخشش ترمي كلمة ممكن تأثر على حد. الناس اللي بتنمر عليك دي بتبقى ناس مريضة، ناس عندها نقص فعايزين بيكملوه بايه بقى؟ ان هم يقللوا من الاشخاص الناجحين او الاشخاص اللي هم ليهم هدف في الحياة، فعايزين يكسرك عشان يوقفك عشان ما تكملش. السلام عليكم، دمتم سالمين.